مرحبا أصدقائي. وصفتنا اليوم هي معمول الفستق والعجوة على الطريقة الشامية. جبت لكم وصفة من شيف بالميدان. أهم شي تلتزموا معي بالمقادير وتمشوا خطوة خطوة لحتى نحصل على النتيجة الحلوة اللي شايفينها بالصورة. لعجينة المعمول بنحتاج كيلو من الطحين المنخول ونص كيلو من السمنة بحرارة الغرفة. بيطلع حوالي 7 كاسات من الطحين وكاستين وربع من السمنة. بنخلط المقادير سوا لحتى يتشرب كل طحين السمنة وياخد قوام العجين، وبنتركها بالبراد حوالي نص ساعة على ساعة لحتى ترتاح العجين، وبعدها بنكمل المرحلة الثانية. أهم خطوة ما نعجن العجين لما مثل ما شايفين بالصورة، لحتى يتشرب كل طحين السمنة ويعطينا هشاشة ويعطينا نتيجة كتير حلوة. هالمرحلة بتاخد شوية وقت لتكون العجين، بس بدنا نصبر شوي لحتى ناخد النتيجة اللي بدنا اياها. بمجرد ما تشكل عندي العجين بنغلفها وبنحطها بالبراد مباشرة من ساعة لنص ساعة مثل ما خبرتكم، وبعدها بنباشر بالمقادير السائلة. بالمرحلة الثانية بنحتاج من 350 ل 400 ملي لتر من المي، بما يعادل كوب و3/4 من كوب المقاس المعياري. 50 جرام من القطر بما يعادل ربع كوب. 8 جرامات من الخميرة الفورية بما يعادل ملعقة طعام ممسوحة. 200 جرام من السكر بما يعادل كوب من المقاس المعياري. بنخلط المقادير سوا، وطبعا خبرني الشيف لازم تكون المي باردة لحتى نعطل من مهام الخميرة وما تنفش عنا العجين هي بالفرن، تعطينا هشاشة كتير طيبة. يعني بمجرد ما تكون عنا العجين لحالة الخميرة بتتفاعل بالمعمول وبتعطينا هشاشة كتير حلوة. راح ضيف هلأ العجين مع السمنة اللي بسيناهم سوا بوعاء كبير، وضيف فوقهم المقادير السائلة وحركهم بطريقة التدوير. ما في داعي نعجنهم مثل المرحلة الأولى، بنحركهم بطريقة التدوير لحتى يتشرب كل العجين السائل وياخد قوام كريمي. أنا بالمرحلة الأولى ما استخدمت كل معيار المي، إذا لاحظتوا استخدمت 350 ملي لتر من المي. هلا أنا عم بعجنها لاحظت إنه بعدها بتتحمل كامل المقدار تبع المي، لهيك ضفت المعيار كامل مثل ما خبرني الشيف اللي هو 400 ملي لتر من المي، وعجنتهم سوا وأخذت معي وقت حوالي 5 دقايق لحتى تكونت عندي العجين وأخذت القوام اللي بدي إياه. لاحظوا كيف عم نعجن من برا لجوا بطريقة التبليع حتى ندخل المقادير السائلة بقلب العجين ونحصل على قوام كريمي. هالخطوة كتير أساسية لحتى تعطينا هشاشة بالعجين وبتعطينا نتيجة حلوة وقت نشكلها. بس تتشرب العجين المقادير السائلة وتاخد قوام الكريمي، بنحركها بطريقة نضمن دخول الهواء بقلبها. هالطريقة بنعملها مشان تنشف المقادير السائلة بقلب العجين وتاخد قوام متماسك. بمجرد ما تماسكت العجين بنغلفها مباشرة ونحطها بالبراد حوالي ساعتين لحتى تتماسك وتاخد القوام اللي بدنا اياه. وبهالطريقة بتكون العجينة صارت جاهزة لنستخدمها ونشكلها هي وباردة. لمقادير الحشوة بنحتاج 400 جرام من التمر منزوع النوى، ملعقة ونص من السمنة، ملعقتين كبار من القطر السميك، مطيبات الطعام. فيكن تستخدموا المحلب أو الهيل الناعم أو ماء الزهر حسب انتو اللي بتفضلوه. ممكن بعد يتساءل ليه حطينا قطر ما زال التمر حلو، مشان تضل العجوة محافظة على قوامها الرطب وما تقسى مع الوقت. بنعجن المقادير سوا وبنقطعها لقطع متساوية، بنكورها وبنحطها بالبراد. وهلأ رح قيس الحشوة بحيث تكون مناسبة لحجم القالب اللي عندي. هالخطوة بعملها لحتى يكونوا كل قطع متساوية بالحجم.
بعد ما ارتاح العجين عندي بناخد قطعة منه ونرجع الباقي للبراد. بنفرد العجين وبنكوره وبنقطعه لقطع متساوية الحجم. نفتح العجين ونحط الحشوة بقلبها، لازم تكون قطع الحشوة والعجين متساوية مشان وقت نخبزها ما تتشقق. منكورها لدوائر، منقيم كل شي عجين زايد منه. وهلأ صار وقت نشكل العجين بالقوالب. أهم خطوة هون شان ما تلزق العجين بالقالب نغلف كل قطعة بطبقة رقيقة من الطحين ومنشكلها. وهيك المعمول صار عندي جاهز، بنحطه بالبراد حوالي 10 دقايق لحتى يضل محافظ على رسمته. بنحطه بالفرن حوالي ربع ساعة من تحت ومن فوق، مجرد ما أخذ لون بنقيمه فورا. إن شاء الله يكون كل شي واضح بالنسبة لإلكن. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكن كل جديد. كل عام وأنتم بألف خير.